بسم الله بديت وعلى النبي صليت. جيتكم بحكاية بقرة اليتامى الجزء الثالث والأخير. راحوا لواحد البلاصة، هي طلعت للشجرة وتبات وهو يبات تحت الشجرة. تقعد هي في الشجرة وتمشط شعرها. لواحد النهار جا السلطان يشرب الحصان نتاعو، هماله لصقت شعره طويلة في لسان الحصان وما حبش يشرب. شاف السلطان هذاك الحصان، لقى شعره دايرة على لسانه، نحاها له وقال: مولات هذه الشعرة ما تكون غير عذرة. وراح قاس هذيك الشعرة على كامل البنات نتاع الدشرة، وما لقى حتى وحدة عندها شعر كيما هذيك الشعرة. ولا رجع للعين، شاف ظل الطفلة في الماء، طلع راسو لقاها فوق الشجرة. قال لها: انس ولا جن؟ قالت له: انس، لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لها: اهبطي. ما حبتش، راح وبعث لها العزوج الستوت، قالت له: انا نقدر نجيبها لك. راحت الستوت تحت الشجرة وحطت خبز في الكسرة على الطاجين وهو مقلوب، وجابت المعزة وتحلبها من قرونها وتحكمها. نطقس الطفلة وقالت: ماشي هكذا. قالت لها الستوت: ارواحي خبزي لي مالا وحلبي لي. هبطت وخبزت لها وحلبت لها المعزة. والغدوة من ذاك زادت، رجعت الستوت ودارت نفس الخدمة، وكي نزلت ربطتها حتى جا السلطان هماله قال لها: نتزوج بيك. قالت له: نقبل، بصح بشرط ما تاذيش خويا الغزال. قال لها: شرطك مقبول. تزوجت بيه ولات عايشة في خير بالخديمات في القصر. يوم من الايام جا باباها يطلب، طلت من التاقة عرفاتو، قالت للخدام: قولوا له يستنى حتى نخبزوا له الكسرة. خبزت الكسرة ودارت فيها اللويز وبعثتها له، قالت له: ما تقسمهاش حتى تكون بين ولادك. وصل للدار وحط الكسرة في الطابلة وقسمها، طاح منها اللويز. قالت له مرتو: هذه ما تكون غير بنتك لونجا، غدوة دي خطها وروح لعندها. كي داها فرحت بيهم لونجا، وقعدت هي وخوتها يشمسوا قدام البير. خوت لونجا طبعتها وطاحت لونجا في البير، وكانت حامل بتوام، وراحت حكمت بلاصتها. وكي جا السلطان قال لها: وش بيك يا لونجا كحاليتي؟ قالت له: من ما بلادكم؟ قالها: وش بيها عينك عوارت؟ قالت له: من كحل بلادكم؟ قالها: وش بيه شعرك حراش؟ قالت له: من زيتكم؟ غدوة من ذاك. قالت له: اذبح الغزال. قالها: كيفاه نذبحو يا اخي تفهمنا عليها؟ قالت له: قلت لك اذبحو. سمع الغزال وش قالت العورة، راح للبير وقعد يقول: لونجا لونجا يا بنت الموات، مضات والطناجر غلات، وخوك الغزال في الماء مات. قالت له: روح للسلطان وقول له يذبح بقرة ويشلحها ويملحها ويحطها على طرف البير. راني ولدت وموسى على ركبة وعيسى على ركبة، ولحنا شبوسة بعروس يعس فينا. سمعوا الخدام الهضرة هذه وراحوا قالوا للسلطان: روح شوف الغزال واش يقول عند البير. راحوا طلي يلقى لونجا مع الولاد، ذبح البقرة وشلحها وملحها. خرج لحنا شكل اللحام وعطش، راح يحوس على الماء. جبدوا لونجا هي وولادها وحكات لهم كيفاه صرا هذا الشي كامل. حكم السلطان العورة ذبحها ونحالها راسها وطيبها، وبعثها لمواليها وداروا راس العورة في شكارة وركبوها فوق الداب باش يوصلوها ليماها. عاضت يماها الجيران باش ياكلوا اللحم وتفرح وتقول: سعدي بنتي بعثت لي اللحم. والحمار يهدر ويقول: تيس تيس راس العورة في التليس. سمعته يماها وراحت للتليس ولقات راس بنتها، عرفت باللي الشر اللي دارته راها خلصاتو. هذه كانت حكاية اليوم، استنوني في حكاية جديدة.